السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي هنضيف الماتيريال بتاعة عربية الفول بتاعتنا واللي عملنا لها الموديلنج بتاعها في الفيديو اللي فات. هسيب لك اللينك بتاع الفيديو لو انت حابب تشوف الموديلنج اتعمل ازاي في الاي اللي فوق دي، وهسيبه لك كمان في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف تحت الفيديو ان شاء الله. فيلا بينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده دي المرحلة اللي احنا وقفنا عندها في الموديلنج اخر حاجة، ودلوقتي هنبدأ ان احنا نضيف الماتيريالز. فعلشان نضيف الماتيريال اول حاجه هعملها ان انا هروح للريندر بريفيو من هنا، والحاجه اللي بعد كده ان انا هتاكد ان انا على سايكلز علشان اكون شايفه الالوان بشكل صحيح. بعد كده هنحتاج ان احنا نظبط الاضاءه شويه، فهمسك البوينت لايت دي وهعمل اكس وديليت، وبعدين هبدا ان انا اضيف لايت، فهعمل شيفت اي وهعمل اد لايت اريا لايت جي زد، وهرفعه لفوق حاجه زي كده، واس هعمل له سكيل علشان يكون حاجة كده سوفت لايت جي واي، وهجيبه على الشمال شوية، وبعدين ممكن أزود الباور بتاعته. ممكن نجرب حاجة زي مثلا نخليها 700، ممكن أعلى شوية، تمام. ممكن نخليها 1000، وبعدين هعمل شيفت دي اكس عشان اخد منها كوبي هنا، وهعمل سكيل هصغرها شوية، ودي واي هجيبها على جنب حاجة زي كده، تمام. حلوة كده. هنبدأ نضيف الماتيريال. فأول ماتيريال هضيفها هتكون هي الماتيريال بتاعة العربية نفسها، اللي هي في أغلب الصور زي ما احنا شايفين هي لونها أخضر، فخلينا نعملها خضرة زي كده. فهروح أختار عربية الفول نفسها عندي بالشكل ده، وهاجي من الماتيريال وهروح على البيس كولر. طبعا أنا ممكن إن أنا أختار على طول بالآي دروبر دي، أروح وأختار درجة اللون الأخضر اللي أنا عاوزاها حاجة زي كده، وبعدين ممكن أتحكم فيها لو أنا عايزة، فممكن افتحها شوية حاجة بسيطة زي كده. بعد كده انا عاوزة اضيف الاجزاء الصفراء والاجزاء الحمراء دي بالشكل ده، فهاجي على العربية كده وهدوس تاب علشان اروح للادت مود، وهتأكد ان انا على الفيس سيلكت، وهبدأ ان انا اختار الاجزاء اللي انا عاوزة الماتيريال بتاعتها لونها احمر بالشكل ده. فهختار الفيس دي وشفت، وهبدأ اختار الفيسز دي بالشكل ده، ومن هنا كمان هنختار التو فيسز دول، وهنا هنختار الاتنين دول، وفي الظهر هختار نفس الفيسز هي تمام كده. احنا اخترنا كل حاجة، فخلاص انا عملت سيلكت على الحاجات اللي انا عاوزة يكون لونها احمر. فهاجي من هنا هدوس بلس عشان اعمل نيو ماتيريال، وهروح اعمل اساين. انا كده عملت نيو ماتيريال بس للفيسز دي، وهبدأ ان انا اعمل نيو علشان اعمل نيو ماتيريال، ونفس الكلام هاجي ادوس من هنا وهختار الاي دروبر، وهروح اختار جزء كده من الاحمر من هنا. خلينا نشوف كده شكله عامل ازاي. ممكن نغيره بقى شوية، ممكن نفتح درجة اللون ونخليه ساتوريتد أكتر، أو ممكن نفتحها شوية حاجة زي كده. ولو فتحنا دي طبعا هنروح نفتح كمان دي علشان تكون لايقة كده على بعضها، تمام. بعد كده هنبدأ نضيف الجزء الأصفر، فهروح أسلكت كل الأجزاء اللي أنا عاوزاها تكون لونها أصفر، ألت، وهختار الفيس لوب دي وشفت ألت، واختار الفيس لوب اللي جوه الديمان، ونفس الكلام هعمله في بقية الأجزاء. دلوقتي طبعا مؤقتا أنا ممكن أروح على السوليد بريفيو مثلا بحيث إن هو يكون أخف معايا، فشفت ألت وهختار ده، وشفت ألت واختار دي، ونفس الكلام في كله. وهاجي من هنا نفس الكلام، شفت ألت وشفت ألت، وأبدأ إن أنا أفضل دايسة شفت ألت من الكيبورد، وكل اللي أنا بعمله إن أنا بس بكليك بالماوس بالشكل ده لغاية ما سلكت كل الفيسز اللي أنا عاوزة إن هي تكون لونها أصفر، تمام. عملت سلكت على كله. هعمل نفس اللي عملناه من شوية تاني، هنيجي هنعمل نيو ماتيريال وهنعمل assign، وبعدين هنعمل نيو وهنختار البيس كولر، وبالاي دروبر هروح اختار درجة لون الأصفر اللي أنا عاوزاها، وبعدين أبدأ إن أنا بقى أفتحها أو أظبطها حسب ما أنا عاوزة، تمام. بقى عندي حاجة زي كده، بس أنا شايفة إن هو هيكون أحلى لو غمقنا دي شوية والماتيريال اللي لونها أحمر كمان.
لو saturated هتكون ألطف بالنسبة لي، فخليها saturated شوية كده. تمام، متنساش طبعا تعمل كنترول اس علشان تعمل سيف. طيب دلوقتي هندوس تاب عشان نرجع للأوبجكت مود، وهنبدأ نختار الأوبجكت اللي بعده. فعندنا الجزء اللي فوق ده أنا مش عاوزة إن هو يكون واخد الماتيريال دي. هو طبعا خدها أوتوماتيكلي علشان أنا عاملة كل حاجة شيفت دي من بعضها، فلما بتنقلها كده لما بتضيف ماتيريال على جزء منهم أو بتغير في الماتيريال بتاعته، الماتيريال أوتوماتيكلي بتتغير في الجزء المنقول. فأنا هاجي من هنا همسح الماتيريال دي، ولأن أنا اوريدي عملت الماتيريال اللي لونها أحمر، فهاجي بس من السهم الصغير ده وهختار ماتيريال 1 بالشكل ده. طبعا لو انت هتتلخبط ممكن تيجي من الماتيريالز من هنا وتبدأ ان انت تغير اساميهم. فدي بدل ما هي كده انت ممكن تكتبها ريد، وخلينا نسلكت الاوبجكت ده لان هو في كل الماتيريالز، ونيجي من هنا بعدين نكتب جرين، وهنا نكتب يلو. تمام، نرجع تاني للاوبجكت ده. خلاص عملنا الجزء ده لونه احمر، وعندنا الجزء ده لونه سيلفر، فهاجي هشيل الجرين وهعمل نيو، ومن هنا بس هخلي دي سيلفر كده شوية، وهاجي من هنا هخليها ميتاليك عشان دي مفروض ان هي ميتاليك. هنقلل الرفنس شوية، ممكن هنا هنحتاج نروح كده عشان نشوف احنا بنعمل ايه. تمام، انا شايفة ان الجزء ده كده تمام، ممكن نقلل بس الرفنس حاجة بسيطة كمان. حلو، خلينا نفتح اللون شوية، كنترول اس. تمام، مناسب كده. ممكن نيجي من الماتيريال دي ونسميها سيلفر. تمام، طبعا نفس الماتيريال دي انا هحتاجها في كذا جزء تاني، فهروح اسلكت كل الاوبجكتس اللي عندي اللي انا عاوزاها تكون سيلفر وميتاليك زي الجزء ده. هسلكت كل ده بالشكل ده، وكمان ده وده وده، واخر حاجة خالص هسلكت الجزء ده، وهاجي المرة دي من السهم الصغير ده هدوس عليه وهعمل copy material to selected، وده كلهم اوتوماتيكلي خدوا نفس الماتيريال. طيب بعد كده خلينا نشوف الماتيريال بتاعت الايدين دي عاوزين نعملها ازاي. انا حابة ان انا اعملها متقسمة زي هنا. ندوس تاب علشان نروح للإديت مود ونشوف ممكن نعمل الموضوع ده ازاي. هاجي من هنا وهحاول اقسم دي ل3، فممكن اروح على الإدج سيلكت زي كده واعمل كنترول ار واعمل لوب كات هنا، واعمل لوب كات كمان هنا، دبل كليك علشان اكونفيرم. ودلوقتي انا عندي اول جزء اخضر اصفر احمر. دلوقتي ممكن ارجع هنا على السوليد مود عشان الدنيا بس تخف معايا شويه، وبعدين هفتح التوجل اكس راي وهروح على الفيس سيلكت. بعد كده هعمل سيلكت على كل الفيسز دي، طبعا لان انا فاتحه التوجل اكس راي فالسلكشن هيختار كل الجوانب، مش هيختار حاجه يعني بس الجانب اللي ناحيتي، لا هيختار كمان اللي الناحيه التانية. وهعمل نيو ماتيريال وهاجي من هنا وهختار الجرين. تمام، طبعا هو هيسلكت كله لان ما كانش فيه اصلا ماتيريال للجزء ده تماما. بعد كده نفس الكلام هسلكت دول وهبدأ اعمل نيو ماتيريال، وزي ما عملنا من شوية هعمل assign، وبعدين هختار لها الماتيريال اللي لونها اصفر بالشكل ده واعمل سلكت على ده. بس خلينا نتأكد ان كله سلكتد بالطريقة دي. تمام، عندي اليلو هنعمل assign كده، خلاص داير ما يدور دي كلها كده. وبعدين هنا هسلكت كل ده. حاول تعمل السلكشن بالراحة، يعني ما تخطفوش كده بسرعة عشان ممكن يسيب بعض الأجزاء، فاعمل سلكت كده وبعدين استنى بس ثانية كده وسيب، هتلاقيه عمل سلكت على كل الفيسز. ومن هنا هعمل نيو ماتيريال وطبعا هعمل assign وهختار الريد، فبقى عندي حاجة زي كده زي العربية اللي هنا دي. طيب احنا نسينا دول كمان المفروض ان احنا كنا نعملهم احمر، فخلينا نرجع تاب وهختار الاتنين دول وتاب وهختار دي وهعمل نفس الكلام copy material to selected. والجزء اللي فوق ده خلينا نشوف ممكن نعمله احمر وممكن نعمله سيلفر كمان، او ممكن اسيبه اخضر زي ما هو. طيب خلينا نعمله زي دي، خلينا نجرب نشوف الاحمر هيبقى عامل ازاي. copy material to selected. لا حاسه شكله مش الطف حاجه، كنترول زد. تمام كده شكله لطيف، كنترول اس علشان طبعا نعمل سيف. هنبدأ نيجي بقى على الجزء اللي تحت، هختار دول وشيفت وهختار
الجزء ده كده كمان. كل ده هروح اعمله نيو ماتيريال، وهعمل له ماتيريال مايلة كده للأسود شوية. طبعا الجزء ده ما نقلش الماتيريال، فأنا هعمل شيفت واختار ده ودول كمان، وشيفت واختار ده، وهعمل copy material to selected. كده بقى عندي كل ده لونه أسود. هدوس تاب عشان أروح للإديت مود، وألت وهختار، أو خلينا في التاج الإكس راي، هختار الفيس لوب دي، وطبعا هي هتبقى selected في كل العجل التاني بشكل اوتوماتيك. فممكن اختار دي وشيفت والت واختار دي كمان مثلا، واعمل نيو ماتيريال واعمل لها assign، واختار الماتيريال الصفراء حاجة بالشكل ده، وممكن الت واختار دول الادج لوب دي، وشيفت الت واختار الادج لوب. خلينا نسلكت تاني، الت واختار دي، ممكن اختار دي واعمل نيو ماتيريال واساين واخليها لونها اخضر حاجة بالشكل ده. وبعدين هروح على الاوبجكت مود وهختار دول، وهنختار لهم الماتيريال اللي يلو. وبعدين العجلة نفسها ممكن اختار لها الماتيريال السوداء كنترول اس، وبعدين ابدأ الونها شوية. فممكن اختار الادج لوب اللي جوه. خلينا نفتح التوجه الاكسية عشان نشوف. تمام، احنا كده عاملين سيلكت على اللي جوه. هنعمل نيو ماتيريال واساين، وهخلي الجزء اللي جوه برضو اصفر، والت واختار الجزء ده، وشيفت الت واختار الجزء برضو اللي في الظهر، ونيو ماتيريال اساين وهختار الجرين. وممكن اغير الماتيريال الاساسية اصلا بتاعة العجل واخليها رد، وبعدين اروح من هنا ادوس الت واختار دي الادج لوب دي. خلينا نقفل التوجه الاكس راي عشان نسلكت صح. تمام، واروح اعمل لها نيو ماتيريال واساين واختار الماتيريال السوداء. طبعا ممكن اختار كمان الفيس لوب دي والفيس لوب المقابله ليها من هنا، واحنا واقفين على الماتيريال السوداء نعمل اساين، فيبقى عندي حاجه زي كده. حاسه ان الالوان كتير شويه، فممكن اختار الادج لوب دي واخليها احمر احسن اساين. في اجزاء بقى مش عاوزين ننساها، زي مثلا الجزء ده عاوزين نسلكت دي ونديها الماتيريال السوداء، وبعدين ممكن اسلكت كل الاجزاء التانية اللي انا عاوزاها تاخد نفس الماتيريال، شيفت وهختار دي ودي وده، وهرجع اخر حاجة شيفت واختار الجزء ده، وهعمل copy material to selected. وبعدين الجزء ده ممكن اديله نفس الماتيريال الخضراء، وهنا كمان. كده عملنا الماتيريالز بتاعت كل حاجة. ممكن الجزء ده امسح منه ده واخليه سيلفر بما ان الجزء اللي هيكونوا شغالين عليه. تمام، كنترول اس. الخطوة اللي بعد كده اللي عندنا دلوقتي هي ان احنا هنبدأ بقى نعمل التكتشر بتاعة الماتيريال اللي عندنا. طيب علشان نعمل كده اول حاجة هعملها ان انا هسلكت الجزء ده بتاع العربية بالشكل ده، وبعدين هروح على الشيدنج من هنا. تمام، هنعمل زوم ان من هنا علشان نشوف، وممكن اختار من هنا الريندر بريفيو عادي، وهبدأ ان انا اسحب ده كده. انا طبعا هظبط التقسيمة بتاعة الويندوز اللي عندي دي بالطريقة اللي تريحني انا، وكل واحد ممكن يبقى ليه طريقة مختلفة عادي جدا. وهاجي من هنا من تحت وهدوس على السهم الصغير ده، وهفتح هنا عندي ال UV Editor. تمام، بعد كده هبدأ من هنا هدوس تاب علشان اروح للإديت مود واشوف الدنيا عندي شكلها عامل ازاي. طيب انا عاوزه اعمل يوفي ماب للجزء بتاع العربيه دي علشان اطبق عليه التكستشر اللي انا عاوزاه. فعشان اعمل ده هدوس A من الكيبورد عشان اعمل select all. ويستحسن ان انت ما يبقاش عندك faces يعني متداخله في بعضها بالشكل ده، فالافضل ان انا هعمل U وهعمل smart UV project وهعمل اوكي. وبكده بقت كل فيس منفصلة عن التانية عندي بالشكل ده. طيب دي أول خطوة. الخطوة التانية اللي أنا ممكن أعملها عشان أحسن شكل اليوفي ماب، فهروح من هنا أختار الإدج سيلكت، وهبدأ أختار الإدجز بس اللي أنا عايزة إن اليوفي ماب تفصل عن ده. يعني أنا هعلم الإدجز اللي أنا عاوزاها تكون الفواصل بتاعة اليوفي ماب بتاعتي، فهعلم على كل الإدجز بتاعة الكورنرز دي بالشكل ده. تمام، هتأكد ان انا عملت لها كلها سيلكت بالشكل ده، وبعدين هدوس كليك يمين وهلاقي هنا عندي حاجه اسمها مارك سيم. مارك سيم ده كاني بقول له ايه، حدد لي القطع من هنا.
فهعمل كده. لو دوست كليك بار تلاقيها ان هي لونها احمر بالشكل ده. تمام. فدلوقتي لو انا رجعت تاني على الفيس سيلكت وعملت ايه، طبعا انا بس عايزه اوريك الفرق كده. ده شكل اليو في ماب. دلوقتي لو رحت من هنا وعلى اليو في مابس ومسحت اليو في ماب دي ايه عشان اعمل بقى سيلكت اول وهعمل يو وهعمل انراب، لاقي انه شكل اليو في ماب نفسها اختلفت بالشكل ده. بس هتلاحظ ان هو مقسم لي العربيه ان ده الجزء اللي تحت، ده الجزئين اللي هم هنا دول هتلاقيهم اهم، دول اللي الناحيه التانية ودول الوش وده الظهر بتاع العربيه. فالتقسيمه بتكون افضل شويه، وده يبقى الجزء اللي فوق من هنا. طيب تمام، احنا كده عملنا اليو في ماب. نبدا بقى نطبق التكستشر ازاي. هاجي هدوس هنا كده كليك بره، واول حاجه عاوزه اعملها ان انا عاوزه اعمل تكستشر الخشب، عايزه اديها احساس ان هي خشب. فهعمل ده ازاي؟ هعمل شيفت A وهاجي من هنا من التكستشر وهختار image texture، او الحل التاني ان انت ممكن تكتب من هنا في السيرش على طول image وهو هيطلع لك الايمج texture. هختار الايمج texture دي واحطها هنا. تمام. ممكن نصغر الجزء ده شويه، حاجه زي كده. وهاجي من هنا وهعمل open وهبدا ان انا اختار الصورة. أنا نزلت صورة عادي جدا من جوجل، صورة خشب، وهعمل open فهتظهر عندي هنا بالشكل ده. طيب ليه مفيش أي تأثير حصل؟ لأن أنا لسه مش موصلة الإيمج تكستشر بتاعتي. أنا عايزة أوصل الإيمج تكستشر بتاعتي دي على الديسبليسمنت علشان تعمل ديسبليس أو تعمل تأثير كأنها مش مجرد صورة ملزوقة، كأنها هي خشب فعلا، كأن العربية نفسها خشب. فهمسك الكولر من هنا وهوصلها بالديسبليسمنت وعلى طول فورا هتلاقي انه تأثير الخشب بقى واضح على طول بالشكل ده. طيب هرجع الاقي انه تأثير الخشب ده جامد جدا وممكن يكون مكانه مش عاجبني. عايزة اظبط بقى الحاجات دي. هظبط الكلام ده ازاي؟ اول حاجة علشان اتحكم في شكل تطبيق الخشب عندي فهعمل ايه؟ هاجي هختار دي وهعمل كنترول، هدوس كنترول تي من الكيبورد علشان يظهر لي الحاجات دي اللي هتساعدني ان انا اتحكم في الشكل عندي بالشكل ده، اللي هيساعدوني ان انا اتحكم في تفاصيل التكستشر اللي عندي بالشكل ده. طيب علشان تدوس كنترول تي ودول الاتنين دول يتطبقوا عندك انت محتاج يكون عندك اد اون اسمه نود رانكلر. ده بتجيبه من ان انت بتروح على الاديت من هنا من البريفرنسز ومن السيرش هنا هتكتب نود وهو هيجيب لك على طول نود رانجلر. لازم تتأكد ان انت معلم عليه من هنا بالشكل ده. مجرد ما بتعلم عليه وبتقفل خلاص هو بيكون اتطبق عندك اوتوماتيك. طيب بعد ما ضفنا الاتنين دول برضو هنعمل بيهم ايه؟ عندك هنا في المابينج طبعا مبدئيا انت تقدر ان انت تغير ان انت توصل اي حاجة من دول. generated توصل لفيكتور او normal توصلها بالفيكتور او object توصلها. كل حاجة هتلاقيها شكل وكل حاجة كل object انت بتعمله هيكون ليه حاجة من دول افضل توصلها بالشكل بتاعك او الاوبجكت بتاعك. بس هنا احنا هنوصل اليو في علشان نطبق اليو في ماب على العنصر بتاعي. طيب الحاجة اللي بعد كده عندك هنا المابينج. تقدر تتحكم بقى من المابينج هنا في السكيل بتاع التكستشر. فانا بص انا كده بكبر التكستشر او ممكن ان انا اغير قيمة الواي بالشكل يعني حسب ما انا شايفة الدنيا عاملة ازاي. والزد طبعا مش هيغير حاجة، انت عندك اكس وواي بس. فخلينا نعمل كنترول زد ونرجعه زي ما كان لان انا شايفه ان هو تطبيقه بالفعل كويس. وغير التحكم من هنا من المابينج تقدر ان انت تيجي هنا لو انت جيت وقفت على اي فيس من دول من بتوع العربيه التكستشر الاخضر اللي احنا طبقناه هتلاقي ان هو موجود عندك هنا. ممكن طبعا تحركه او تتحكم فيه زي ما انت عايز. بتسلكت الحاجه اللي انت عاوزها وممكن احرك مكانها بالشكل ده. ولو تلاحظ هتلاقي ان هي على اليمين الشكل بيتحرك مع حركه الفيس ده. بس خلينا نعمل كنترول زد ونرجعه مكانه. طيب دي أول حاجة. طيب أنا شايفة إنه تطبيق التكستشر نفسه غشيم شوية أو محفور لجوه أوي وأنا مش عاجبني كده. فأصلح القصة دي إزاي؟ هاجي من هنا هعمل شيفت A وهاجي أكتب في السيرش هنا displacement أو هي موجودة عندك أول واحدة أهي. فهبدأ إن أنا مجرد إن أنا أفتحها وبعدين أدوس دوسة كده على الخط ده كده هي هتفصله وتتوصل بيه لوحدها. ومن الديسبليسمنت من هنا هتقدر ان انت تتحكم في الميد ليفل من هنا فتقدر ان انت تسطح التأثير شوية. وطبعا عندك تحكم كمان في السكيل ممكن لغاية ما يروح تماما او تعمله بس حاجة بسيطة زي كده. يعني دي تفضيلات
شخصية في الأول وفي الآخر. تمام، ممكن نعملها مثلا، ممكن نجرب 0.7. أنا كده شكلها بالنسبة لي لطيف، لأن أنا مش عاوزة إن هي تكون حاجة واضحة قوي. كده شكلها لطيف بالنسبة لي. طيب دي أول حاجة، إن إحنا عملنا التكستشر بتاعة الخشب دي. فمبدئيا كده علشان ننظم الدنيا خلينا نعمل الأول كنترول S، وعلشان ننظم الدنيا ممكن اخد دول كده كلهم وادوس من الكيبورد كنترول J علشان احطهم كلهم مع بعض كده في جروب، واقدر احركه كل مرة واحدة وتبقى الدنيا منظمة قدامي، لان لسه هنضيف حاجات تانية. طيب مبدئيا انا ده كده اتطبق عندي بس على الماتيريال اللي لونها اخضر، لكن ما اتطبقش على بقية الماتيريال، لان احنا طبعا عاملين اساين لماتيريالز مختلفة. هاجي من هنا هختار كل النودز اللي عندي هنا، هدوس كنترول سي وبعدين هروح على ريد، وهبدأ اجي من هنا واعمل كنترول في علشان اعمل نفس التكستشر بالظبط. ومجرد ان انا هختار ديسبليسمنت هوصلها بديسبليسمنت، وعندك اتوصلت وبقت بنفس الشيء بالظبط. طبعا ممكن من هنا ان احنا نقلل اكتر السكيل بتاعها حاجة زي كده، وممكن كمان طبعا نبدأ ان احنا نغير الكلام ده. فممكن اغير اللوكيشن مثلا لو انا مش عاجبني التكستشر اللي موجودة، عايزة حاجة تانية، او لو مثلا دول عندي كده بالطول فانا عاوزاهم يكونوا بالعرض، فممكن ابدأ ان انا اغير الروتيشن بتاعة التكستشر عندي حاجة زي كده، يعني حسب ما انت عاوز. تمام كده شكلها لطيف. وممكن في اي وقت لو احنا عاوزين نتحكم اكتر في التكستشر بتاعتنا، طبعا عندنا اوبشن ان احنا نظبطها زي ما احنا عاوزين. ولو انت مش عاجبك جزء معين، يعني مثلا انا مش عاجبني هنا الجزء ده، الجزء اللي على جنب ده بتاع العربية مش عاجبني، فممكن اسلكت الفيسز اللي مش عاجباني مكانها دي مثلا، وممكن اعمل جي ومن هنا هي اعمل ايه عشان اعمل سلكت، اقول وجي وهحركها في مكان تاني، هحركها مثلا جزء زي هنا مثلا، وهلاقي ان الشكل اتغير. او ممكن ان انا اعمل سيلكت بالشكل ده وسيلكت دول كمان، وممكن اعمل ار واعمل لها روتيت مثلا لو انا مش عاجبني الموضوع، فيبقى عندي حاجة زي كده. تمام نفس الكلام هنا، خلينا سيلكت الجزء ده وتاب عشان اروح للاديت مود، وهمسك الفيس دي هدوس A واعمل G واحرك دي في جزء تاني. تمام كده شكلها ألطف بالنسبة لي. هنا خلينا ندوس تاب، نعمل ايه عشان نعمل select all، وبعدين تاب عشان اروح للإديت مود. وطبعا هنا ممكن برضو نعمل مارك سيم، فممكن امسك الاربع edges دول كليك يمين واعمل مارك سيم، وبعدين هدوس ايه عشان اعمل select all وفيو، وهعمل unwrap، وهبدأ ان انا اشوف لو في حاجة مش عجباني. ممكن اسلكت الفيس دي، هدوس ايه هنا وجي وهجيبها كده، وممكن اعمل RY والفها بالشكل ده فتبقى عندي حاجة زي كده بالطول. وممكن نعمل روتيت من هنا، فلو جيت من هنا عملت 90 درجة وجيت اشوف نفس التأثير اللي حصل هنا هو اللي انا عملته هنا. تمام. طبعا انت هتروح بقى تتأكد ان كل جزء في العربية انت عاجبك التكستشر بتاعته، عادي تظبطه زي ما انت عاوز. ويتبقى عندنا اخر حاجة التكستشر اللي لونه اصفر. بس طبعا في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، انه انت عندك نفس اليو في ماب، فانت لما غيرت اتجاه التكستشر بتاعة الجزء اللي فوق ده الموضوع اتغير كمان في الجزء اللي تحت. يعني خلينا نعمل دلوقتي كنترول زد، هتلاقي انه هنا يو في ماب دي رجعت ظبطت زي ما هي. طيب ان كيس لو انت عاوز ان انت تغير بس الجزء اللي فوق ده، فانت عندك حل لطيف وسهل. بدل ما تعمل يو في ماب تانية، تقدر ان انت تيجي من هنا وتدوس على الزرار ده وهيعمل لك تكستشر تانية، بس هتكون نفس المواصفات بتاعة الماتيريال الأولى اللي انت عاملها. فانت من هنا هتعمل ماتيريال تانية نفس مواصفات الماتيريال الأولى بالظبط، ولكن هتكون دي ماتيريال تانية بس بنفس المواصفات بالظبط. طيب هنستفيد ايه بده؟ ان انا ممكن اغير فيها من غير ما اذي الجزء اللي تحت. فلو جيت من هنا دلوقتي وبدأت ان انا ادوس تاب، وجيت من هنا اغير الروتيشن اخليه 90 مثلا، هلاقي ان الجزء ده اتغير ولكن الجزء اللي تحت عندي
زي ما عادي جدا نفس التكستشر، ولكن الجزء اللي فوق التكستشر بتاعته هي اللي بقت الخطوط دي بالطول مش عرض. وممكن اغير بقى عادي مكان اليو في ماب بتاعتي براحتي عادي جدا. فهرجع هسلكت ده وهاجي من هنا هروح اختار اليلو، ونفس الكلام اللي انا عملته من شوية هاجي اختار كل ده وهعمل كنترول سي، وهاجي عند اليلو وهاجي هنا هعمل كنترول في وهوصل الديسبليسمنت بالديسبليسمنت. ولكن يفضل ان انت تسيب التكستشر زي ما هي علشان يبقى الاجزاء دي مكملة بعض، فما يبانش عندك خلل في التكستشر. ان انت مثلا عندك الجزء ده لو تلاحظ الجزء ده هتلاقيه مكمل بعض، خطوط دي مكملها، لكن لو انت غيرت حاجة ممكن تلاقي بعضهم بالطول وبعضهم بالعرض وتلاقي الموضوع شكله غريب شوية. طبعا ممكن ان انت تقلل برضو، ممكن تقلل السكيل اكتر من كده علشان الدنيا ما تبقاش واضحة قوي كده لو انت مش حابب. نفس الكلام هنا ممكن نخليه 0.2، وكمان في الجرين خلينا نقلل السكيل شوية 0.2 كويس، ممكن نخليه 0.3. كنترول اس طبعا علشان نعمل سيف. هنيجي بعد كده للخطوة اللي بعد كده وهي إضافة الكلام اللي مكتوب بقى عندي على العربية. طيب هعمل ده ازاي؟ فهاجي من هنا هسلكت الجزء ده وهاجي على الرد علشان أنا عاوزة أول حاجة أطبقها في الجزء ده كده تحديدا. هروح على الأديت مود وهسلكت كده في دي الفيس اللي أنا عاوزة أطبق عليها الكلمة اللي أنا هحطها. طيب هبدأ بقى إن أنا أحط الكلمة بتاعتي هنا ازاي؟ هاجي مبدئيا كده هعمل شيفت A وهاجي من هنا من التكستشر وهعمل image texture، وبعدين هبدأ ان انا اعمل open عشان افتح الصورة من عندي. فهاجي هفتح الصورة اللي انا عاوزاها وهعمل open image، فهتلاقي الصورة بدأت تظهر عندك، ولكن طبعا مش متطبقة عشان الايمج texture مش متوصلة لسه. طيب عشان اوصلها انا دلوقتي بقى عندي هنا اللون وهنا الايمج texture. لو انا جيت وصلت الكالر بالبيس كالر هيلغي لي اللون الاحمر اللي عندي، وانا مش عاوزه كده، انا عاوزه الصوره البي ان جي دي تتطبق فوق اللون الاحمر. طيب هعمل ده ازاي؟ هنلغي دي مبدئيا كده وهاجي من هنا هعمل شيفت A وهعمل من الشيدر حاجه اسمها ميكس شيدر، وهي باينه من اسمها ان هي هتميكسلي 2 شيدرز ببعض. هحط الميكس شيدر هنا وهمسك البرنسبل بي اس دي اف دي هفصلها من هنا وهوصلها على واحدة من الشيدرز بالشكل ده، وهبدأ ان انا اوصل الميكس شيدر دي نفسها هي اللي على السيرفس. تمام. وتاني حاجة همسك الايمج تكستشر بتاعتي وهمسك الكولر هوصلها بالشيدر، والالفا هوصلها فوق بالفاكتور، وبكده بقى عندي الصورة مظبوطة واللون كمان رجع مظبوط زي ما كان. خلينا نظبط بس الدنيا عشان نشوف بشكل واضح. همسك طبعا الفيس دي عشان اعرف انا ايه الصورة اللي انا عاوزة اظبطها، وهاجي من هنا هدوس ايه عشان اعمل select all، وهبدأ ان انا اعمل scale لغاية لما اشوفها عندي هنا، وهبدأ اظبطها RY 90 scale. طبعا انا ملاحظة هنا ان هي بدأت تتكرر عندي، انا مش عايزاها تتكرر، عايزاها مرة واحدة بس. فهاجي من repeat من هنا وهخليها كليب عشان ما تتكررش، فبقى عندي الشكل ده حاجة زي كده. وممكن اعمل جي واسنترها كده بالطريقة، بقى عندي الكلمة متطبقة بالشكل ده عندي على الخشب، عندي حاجة بالشكل ده. دلوقتي لو انت ما وصلتش بالفاكتور، خلينا نفصل دي كده، هتلاقي ان بس اللون الابيض هو اللي متوصل، وهتلاقي عندك حاجة زي كده عاوزها كده. تمام. عاوز الاسود كمان يكون واضح، هتضطر ان انت توصل الالفا بالفاكتور، ولو فصلت دي هتلاقي ان هي متطبقة بلون اسود، فهنحتاج ان احنا نعمل كده ونوصل دي. طيب احنا كده دلوقتي عملنا الصورة اللي احنا عايزين نطبقها هنا في الجزء ده. طيب انا عاوزة اطبق بقى صورة تانية في الفيس التانية دي. هنعمل ده ازاي؟ هروح تاب على الاديت مود. طبعا لو ناخد بالنا انه اوتوماتيكلي الصورة محطوطة هنا، وبالتالي هي متطبقة على كل الفيسز اللي لونها احمر. طيب انا علشان احط ايمج تكستشر تانية هتضاف عندي في نفس الجزء ده، فهيبقوا الاتنين فوق بعض. ممكن تبقى انت تجربها لوحدك بعدين لو انت حابب تشوف ان ده هيحصل ولا لا. طيب علشان اعالج المشكلة دي هعالجها ازاي؟ هاجي هعمل نفس الحاجة اللي احنا عملناها من شوية. هاجي من هنا هاجي على الايكون دي هعمل نيو ماتيريال، بس النيو ماتيريال دي هي هتعملي نفس الماتيريال اللي انا واقفة عليها، هتعملي منها نسخة تانية.
ولكن باسم تاني، فبالتالي ممكن اعدل عليها وهي هتكون ماتيريال منفصلة، فالتعديل مش هيطبق على الماتيريال الاولى الاساسية. خلينا نشوف ممكن نعمل ده ازاي. اول حاجة طبعا اوعى تنسى ان انت الاول تعمل نيو ماتيريال، هتضيف نيو ماتيريال من هنا، وبعدين هتيجي تقف على ده وهتدوس النيو ماتيريال دي، فبقى عندك هنا دي ريد او 1، فهتيجي ترجعها زي ما كانت لريد، وهتيجي على الماتيريال الفاضية دي وهتختار منها ريد او 1 كده ماتيريال منفصلة تماما. يعني ممكن نغير اسمها نخليها ريد ليفت علشان ما نتلخبطش، ودي كده بقت الريد العادية ودي ريد ليفت. طيب هاجي هقف على الفيس دي وهاجي على ريد ليفت وهعمل اساين عشان اقول له ان انا عاوزة الريد ليفت دي تتطبق هنا بس، وبعدين هاجي من هنا هعمل زوم ان كده وهاجي ادوس على الاكس دي فهيشيل لي الايمج الاولى، وزي ما احنا دلوقتي شايفين انه الايمج اتشالت بس من الفيس دي لانها ماتيريال منفصله. وهاجي من هنا هعمل اوبن وهبدا ان انا اضيف الصوره اللي بعد كده اللي انا عاوزاها، هلاقي الصوره الجديده اتضافت عندي هنا. هدوس بقى من هنا ايه عشان اعمل سيلكت اول، وهبدا ان انا اعمل سكيل وهبدا اظبطها زي ما ظبطت الأولانية. ممكن أعمل RY 90 وأبدأ أعمل سكيل وأظبطها في المكان اللي أنا عاوزاه. ممكن أعمل G وأسنترها شوية فبقت عندي، وهنا كلمة تانية، وكل حاجة متوصلة زي هي، فأنا مش محتاجة أغير أي حاجة تاني أكتر من كده. نفس الكلام هنعمله في بقية الأجزاء، فهاجي مثلا هختار الفيس دي وهاجي من ريد ليفت وهاجي طبعا اعمل بلس علشان اعمل ماتيريال، ومن ريد ليفت دي هاجي اعمل كده علشان اغير، وبعدين هعمل رينيم لدي هعملها ريد upper عشان تبقى الابر بارت او الجزء اللي فوق، وبعدين هرجع دي زي ما كانت. طبعا انا برجع دي زي ما كانت لان دي التكست اصلا اللي متطبقه هنا، فانا مش محتاجه ان انا اغيرها وبعدين ارجع اغير دي كمان وبعدين اعمل ابلاي، يعني هتبقى قصه. لكن دي الاساسي بتاعها هي الريد ليفت بس. هاجي من هنا هختار الجديده اللي هي ريد ابر واتاكد ان انا عامله سيلكت على الفيس دي وهعمل اساين، فكده لو تلاحظ على طول ان هي اتطبقت عليها تكستشر جديدة ولكن لسه نفس الكلمة. فهاجي من هنا هعمل اكس علشان الغي بس اللي اتلغت منها واوبن، وهبدأ ان انا اضيف حاجة صورة تانية من الصور اللي عندي. خلينا نعمل زوم ان هنا وهدوس A عشان اعمل سيلكت اول وهبدأ ان انا اعمل سكيل، وطبعا دي مش مظبوطة خالص. خلينا بس نعمل RY 90 تمام، وبعدين ممكن نعمل SX واعمل حاجة زي كده عشان تتظبط كلمة ما شاء الله عندي، وجي وهعمل حاجة زي كده. ممكن طبعا اظبطها اكتر SX واصغرها حاجة زي كده عشان الكلمة ما تبقاش ممطوطة، وممكن نعمل سكيل واصغر بس الفيس عشان الكلمة تكبر بالمقدار اللي انا عاوزاه عادي جدا. ممكن اعمل حاجة زي كده فهتبقى عندي حاجة بالشكل ده، وطبعا هطبق نفس الكلام ده على بقية الحاجات. بس النقطة الكويسة ان انا لو عايزة بقى ان انا اعمل نفس الماتيريال دي، عايزة اعمل نفس الكلام اللي هنا ده الناحية التانية، فهاجي من هنا مثلا هاجي من الناحية دي. انا عندي مثلا الفيس دي انا عايزاها تاني اكرر ولئن شكرتم، فكل اللي انا هعمله ان انا هي اعمل A وهبدأ ان انا اعمل سكيل وبس هظبطها مكانها RY 90 RY 180 التانية تمام سكيل، وهبدأ ان انا اجي اظبط دي كده. مجرد ان انا هظبطها مكانها بالشفه خلاص هتطبق عندي. وهنا انا عامله سيلكت على الفيس دي فهبدا على طول دي الريد ابر، فهاجي من هنا من الريد ابر هعمل لها اساين، هعمل ايه عشان اعمل سيلكت اول، وهبدا ان انا نفس الكلام اظبطها بالشكل ده. خلينا نعمل جي RY 90 RY 180 تمام كده اتظبطت. SX وهبدأ ان انا اظبط الكلمة مش كده وS واصغرها وهبدأ ان انا اجيبها في النص حاجة زي كده وسكيل وهظبطها. فيبقى هنا المسافة يعني قصرت خلاص عندك النص لان خلاص انت بقيت بتطبق الحاجات اللي عندك. ونفس الكلام هنكمله على بقية شكل العربية.
طيب الحاجة الأخيرة إن احنا هنلاقي طبعا إنه في أجزاء أنا مش عاوزة أصلا أطبق عليها أي حاجة خالص، زي مثلا الجزء ده الماتيريال الحمراء بتاعته اللي هي الريد اتطبق عليها على طول ايه الكلام، علشان في البداية لما ظبطنا الماتيريال الأساسية اللي هي ريد، فبالتالي ممكن هنا نضيف ماتيريال زي كده وبنفس الطريقة اللي احنا بنعملها. أنا بس هاخد كوبي من دي، فالنسخة اللي أنا بقى هعملها من دي الجديدة هقدر إن أنا ببساطة أشيل منها كل الكلام ده وأوصل بس البرنسبل BSDF بالأساسي بالماتيريال اوتبوت وأمسح الاتنين دول، هختار الاتنين دول وأعمل X، وبالتالي بقى عندي red 001 ده ممكن أطبقها على كل الأجزاء اللي أنا مش عايزة إن هي يكون عليها أي تكستشر زي ده. ممكن أمسك دي وبدل ما هي red أخليها red 001، فهيبقى عندي حاجة زي كده وكنترول S. ودلوقتي ممكن أرجع لللاي اوت بتاعي واشوف الدنيا عاملة ازاي من الرندر بريفيو. بقى عندي الدنيا حاجة زي كده. وبعدين الحاجة الأخيرة إن أنا ممكن أضيف برضو هنا تكستشر زي ما عملنا، فممكن أرجع تاني للشيدنج وطبعا خطوة مهمة جدا هحتاج ان انا اعملها دلوقتي، وهي ان انا اربط كل ده مع بعضه علشان لما ابدا اظبط السين ما تعذبش في الموضوع ده. فهدوس ايه علشان اعمل سيلكت اول، وهبدا ان انا اشيل فقط العناصر اللي انا مش عاوزاها من السلكشن بتاعي، وبعد كده هدوس شيفت وهختار الجزء ده مثلا وهعمل كنترول بي set parent to object بس keep transform مهم جدا عشان مفيش حاجة تتحرك من مكانها، فهعمل keep transform. دلوقتي لو انا اخترت الجزء ده وبدأت اعمل جي هتلاقي العربية كلها بتتحرك معايا بالشكل ده. ومن هنا هعمل object و snap cursor to world origin وبعدين shift A وهعمل plane و scale واعمل حاجة زي كده GZ وهبدأ ارفعها فوق الارض حاجة بالشكل ده، وهدوس 0 من النمباد عشان اجيب الكاميرا، هعمل زوم ان عليها شوية حاجة زي كده. بعدين سلكت الكاميرا ومن فيو هعمل كاميرا تو فيو وهبدأ ان انا اظبط الكاميرا بتاعتي بالشكل ده. الكاميرا هنا برسبكتيف انا ممكن اعملها اورثوجرافيك ونبدأ نقلل الاورثوجرافيك سكيل يعني حسب ما احنا عاوزين. ممكن اعمل حاجة زي كده هيكون شكلها لطيف برضو. ودلوقتي ممكن نلغي الكاميرا تو فيو علشان اتحرك براحتي. همسك اللايت ده جي زد وهرفعه لفوق شوية علشان الشادوز تتظبط عندي، وممكن اخد كوبي من دي شيفت دي واي وهجيبها الناحية دي ونبدأ نظبط الإضاءة شوية. يعني ممكن نشوف لها بقى ماتيريال تليق عليها شوية. ممكن ناخد من الإضاءة دي كوبي شيفت دي واي جي اكس عشان بس ننور الجزء اللي ورا ده، كنترول اس. وممكن اجي من الجزء ده بس عشان حاجة مضايقاني ممكن نبعد الفيسز دي تماما عن الكلام علشان ما يكونوش واخدين لون لان الموضوع مضايقني شوية. تمام نرجع بقى على اللاي اوت. تمام اللون اللي ده اللي كان مني ده شكله لطيف. نيجي من هنا نظبط بقى التظبيطات النهائية. هنيجي على الكالر مانجمنت وهنعمل اللوك زي ما احنا حابين. very high contrast شكله صعب قوي، ممكن medium high contrast برضو تقيل شوية، ممكن نخليه medium low contrast شكله لطيف يعني. خلينا نشوف أظبط حاجة بالنسبة لنا. ممكن نعلي الإكسبوجر أو نقللها حسب تفضيل كل واحد. نبدأ نظبط الألوان زي ما احنا حابين، وممكن كمان نعمل لوز كيرفز ونفتح دي
ونبدأ نظبط الكيرفز. وبس كده، دي كانت طريقة اللي احنا عملنا بها عربية الفول بتاعتنا. فيا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.